السلام عليكم، يا اهلا وسهلا كبيدات. كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنىكم ان شاء الله كاملين تكونوا مزيانين بخير وعلى خير، تكون الصحه ديالكم مزيانه. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو كنتمنى الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم. هذا الفيديو هذا تقريبا فحال الفيديو ديال اللي حطيت لكم هاد الايامات ديال التغيير ديال الحمام. وهذا الفيديو هذا غيرت فيه الطواليت، اعزكم الله. كنتمنى يعجبكم التغيير اللي عملت في الطواليت. كذلك كيف قلت لكم كنتمنى يعجبكم التغيير اللي عملت. صراحه خدمت كل شيء بيدي، لا من الحفير لا من الديكور لا من الزواق لا من كل شيء. كانت ماما كتعاوني مسكينه وكتصورني وكل شيء. انا هادشي هذا كيعجبني نخدمو بيدي. لكن شي واحد يخدم لي هادشي ما كيعطينيش، ما خصني ضروري نعدل بيدي نحفر بيدي. الا كان غنصبغ شي حاجه نصبغها بيدي. المهم كلشي خصني نعملو بيدي وكنعملو بحب، وانا كنزوق وكنعدل داكشي يطلع كيف ما خصني. المهم كبيدات كنتمنى الى الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك وتخليو لي في التعاليق الراي ديالكم. كتسمعوني كنلهز بزاف في الفيديو، غير سمحوا لي وصافي. غادي نشارك معكم كل حاجه من ديتها، لا بالنسبه لديك الطاجيرات، بالنسبه لعلاقات، اي حاجه غتشوفوها في هذا الفيديو نقول لكم من ديتها. كنعقل من ديت الحاجه، ولكن الاثمنه بعد ساعات ما كنبقاش عاقله مزيان. المهم بالنسبه للطاجير البنات هذوك خفافين، يعني ما كيوزوش يتقل بزاف. ديتهم حتى هما ميسيو بريكولاج اللي جا من مور مرجان اللي في طريق الرباط، جوج بهم ب90 درهم. بالنسبه للعلاقه ديال بابي تواليت خديتها من شيئين، الثمن ديالها كان 24 درهم. والعلاقه ديال الفوطه حتى هي ما كانت من شيئين، الثمن ديالها 30 درهم. بالنسبه للمرايه انا ما عملتش مرايه كبيره في الطواليت، لان ديجا عندي مرايه كبيره في الدوش، والطواليت ما كيحتاجش انني نعمل له مرايه كبيره ولا شي حاجه. فانا خديت هاد المرايه هذه من شيئين، صغيره وجات كيوت وحليلوه. الثمن ديال البنات كنمشي 15 درهم بروموسيون، برومو في شيئين. بالنسبه للديكوراسيون البنات ما كاينش زعما شي ديكورات ولا شي حاجه، داكشي خفيف وصافي. عملت الصابون اللي عندي كامل، اي حاجه عندي فيها الغوز حاولت نعملها تما. من تعطيني هيدا ديكور منا، يعني الصابون كيتحتاج الوريدات في الغوز. بالنسبه لهذا الصنيديق اللي فيها بابي تواليت، هادوك كنت شريت باك فيه 3 من بيم ب150 درهم. استعملت وحده في الدوش وحده في الطواليت، بقات لي وحده كبيره ما جاتنيش فوق ديك لاشاس، صافي خليتها. وبالنسبه للطبيات البنات ب3 بهم كاينين في شيئين، كيجي حتى الرواق ديالهم وداكشي، ولكن بما انني استعملتهم في الطواليت ما كنحتاجش شي رواق. بالنسبه لديك السطيله بنات انا استعملته على شكل بوبيل، هذا ب 15 درهم من بني مكاده، من السوق بني مكاده. بالنسبه للفوطه حتى هي كانت من شيئين بشي 30 درهم. كنتمنى تبقى هيداك مزيونه حيت الحاجه هيدا في الطواليت وداكشي كتكرفص. ديت غير وحده ما عرفتش واش باقي كاينه ولا لا، نزيد منها باش حتى ولا مشات وحده نجبر وحده اخرى. ديك الكولونيه اللي جات على شكل بوصه هذيك من اسبانيا، جاب لي خيا من شنو اسمه، مشى لي البنات الاسم ديالو، داك المحل معروف في اسبانيا ما بقيتش عاقله. المهم الواد ديك الكويس ديكوراسيون كيف قلت لكم متوفر عندي في الدار، كل مره في كنحطو وصافي. بالنسبه لديك الصابونه اللي جات في الغوزه اللي كانت عندي مخبعه من الفارماسي من شحال هادي ما استعملتهاش، فيها نسيمه كتلاقى نسيمه مزيونه وصافي. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الطواليت. كنتمنى يعجبكم شي حاجه سامبل، كيف قلت لكم شي حاجه سامبل، الوان هادئه وباقل تكلفه طبعا، يعني شي حاجه اللي رخيصه. بالنسبه للشطابه هذيك 7 دراهم بني مكاده وصافي، يعني ما احتاجش انني نخسر عليه بزاف ديال الحاجات لانه اصلا صغير، وما يحتاجش انني نعمرو بزاف ونعمل فيه بزاف ديال الحاجات وصافي. فكنتمنى ان الاعجاب ديالكم وتقولوا لي كيف جاكم الذوق ديالي في الطواليت، ولا خديكم عليا. نخليكم مع الفيديو.